بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhowaada muuqaalkan kooban insha allah waxaan kusoo gudbinayaa qayb yar oo ka mid ah qaabka aan u dhitin gareeyey laba muuqaal amaba hal muuqaalkii ugu dambeeyey ee aan idinkugu mahad celinayey subscribe-ka aan kun ku gaarnay haddaba qofkii moodayo muuqaal samaynta mid sahlan muuqaalkan daawo adiga yaabaya muuqaal samaynta runtiisa ogtihiin laba ay u kala qaybsamaan in muuqaal aad alifto oo yacni wax eber aad ka bilowdo aad muuqaal rasmiya ka dhigto iyo in muuqaal ay kaamira duubtay aad edit dhahdo oo marka iyada jarjarto muuqaalkan hadda maaha mid kaamira lagu duubay oo edit aan dhahayo kaasoo kale aad u fudud yahay xaqiiqda markii laga hadlo markii loo eego muuqaal aan jirin in muuqaal jira laga dhigo tusaale in qoraal la keeno background la saaro in waxyaabo saas oo kale idinka arki doontaan yani in looga la alifo waxyaabahaasoo dhan wax sahlan maaha waxaan u adeegsan doonaa insha allah sida arki doontaan labada software muuqaal samaynta aadka caanka ugu ah After Effects iyo sidoo kale Adobe Premiere Pro oo ay soo saartay shirkadda Adobe labadaas ayaan inta badan adeegsan doonaa qaar ka mid ah loogooyinka waa laga yaabaa in Photoshop iyo Illustrator aan u adeegsado marka daawasho wacan رسول الله رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله بالشوق فاضت شافتاه للأمة قد كان مناه أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى والصحابة يسألون ومن الإخوان الباقون ألسنا نحن المصطفون فكان الرد ما معنا أنتم أصحابي الأبرار وهم الإخوان الأخيار بيض غر كالأطيار وجه حلو ما أنداه وجه حلو ما أنداه ومن الكوثر يشربون ومن يدي ينهالون بعدها لا يظمأون فالشكر إليك يا الله بعدها لا يظمأون فالشكر إليك يا الله لحبيبي كم أنا مشتاق رسولي طال بي الفراق والشوق قد ملأ الآفاق وشوق القلب ما أقسى ودمع عيني يذرف والقلب حبا يرجف وأنا ببابك واقف أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا ربا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا ربا صلى الله عليه وسلم
لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر لمتى نتقاعس قولوا من يمنع زحف المنكر مات الإحساس فصرنا من غير فؤاد يذكر نبصر إخوانا غرقا فنمر كمن لا يبصر فلنأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر ولنتركها أعذارا دجلا خلقت كي نعذر لا أملك فكر الكلمات تطلع بالدين مورر أو شخصية تأثير ما عندي فلتتقهقر ما تذكر ليس بعذر يقبل في يوم المحشر لم لا تتثقف لم لا تترك ما منه تصغر حبي أنصار الهدى عبي ركب الفداء مطلوبي ثأر الشهيد فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي قتلوا الإنسانية في أعماقهم بحرابي هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي يا من تعمل للدنيا لن ينفعك فما تعمل أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبك الفترة لن تقتل كم سترائي وتخادع أفلا تخجل إن الله عليم لن تخدعه أو تستغفل فغدا إن لن ترجع عن غيك للرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله ستقبل يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا عل اذهب ولتطلب أجرا ممن كنت له تعمل لن تال على المانونا